عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ هاني كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال نتوما كتشاهدوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اش اخباركم البنات؟ لاباس عليكم؟ هانيين. المهم البنات كنشكركم البنات اللي تزادوا عندي جدادات، كنشكرهم بزاف بزاف وكنقول لهم الدار داركم، مرحبا بكم، القناه راه ديالكم ماشي ديالتي. الله يعطيكم الخير، الله يجازيكم بخير. وبنات القدامات يد لك راه هما مالين الدار، الله يخلف على كل وحده دخلت دارت اشتراك عندي ودارت داك لايك ودخلت لعندي، الله يجازيكم بخير. المهم البنات اليوم جبت ان شاء الله هاد الوصفه خاصها ديال المعده البنات اللي كتضروا المعده، وكاين اللي كتنوض كتوجعوا المعده وكتنوض عليها من رمضان الى رمضان. المهم الله بعدا مبارك بشركم، الله يدخلوا علينا وعليكم بالهنا والصحه، والله يجعل هذا شعبان علينا مبارك، والله يجعلو علينا بالخير ان شاء الله، وعليكم وعلى امه رسول الله جميعا يا ربي. المهم البنات هاد الوصفه راه زوينه للمعده ومجرباها، وهي اللي معتمده عندي انا، ما هي اللي معتمده عندي ديما فين ما بغي يدخل رمضان كنديرها، لانه حتى انا كضرني المعده في رمضان. بنادم كيهضر الصايم حتى العشيه، وديك المعده الا عندك المعده كتضرها، ولا ديك جرثومات المعده ولا الحموضه ولا سمو وكتنفع حتى المصرانه كتعود تضر قبل ما يوصل الفطور. المهم البنات الوصفه كما قلت لكم راني مجرباها انا بنفسي مجرباها، والوالده تاع ديالتي الله يرحمها هي اللي كانت كدير لينا، وكانت كطحنها وتحطها لينا وتخليها على جنب فين ما شي واحد حس بالمعده كيشرب منها ديك معلقه الصباح. وإلا كنتو صايمين البنات معلقه بغيتي تفطري شربي ديك المعلقه، دوزي زوار التمره بالماء، كسري زوار التمره مع الماء ان شاء الله الرحمن الرحيم، وعاد تاكلي تشربي واحد المعلقه. المهم هذا حتى الاخر نقول لكم ان الطريقه غادي نقولها لكم ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو. المهم عندنا البنات قشور الرمان كما كتشاهدوا، قشور الرمان راه زوينين للمعده، زوينين ليها بزاف. وباش نعلمكم البنات كلشي هاد الاعشاب اللي عندي هنايا راه باردين، ماشي زعما اعشاب سخان، راه باردين ديال المعده. المهم عندي هنا البنات قشور الرمان، عندي العرعار، عندي البنات الحلبة، عندي الزعترة البنات ها هي كيفاش عايده، راه كتشبه الزعتر، ها هي رقيقه على الزعتر ديك الورقه تعطو شويه كبيره عريضه شويه، هذه رقيقه. عندي البنات الكرويه البلديه البنات، ها هي الكرويه البلديه. وباش نعلمكم البنات راه هاد النسايره كلشيهم باردين وزوينين للمعده. عندي البنات النافع البستاني، ها هو النافع البلديه البنات، ماشي داك المصبوغ داك الخضر داك اللي كتشديه خضر بحال اسمه، ماشي هذاك اللي منتشر دابا هذا هو اللي كنا كنستعملو بكري، ما كان كاع هذاك النافع، هذاك عاد دابا على هذا مؤخرا فاش عاد هذاك الخضر بزاف. المهم ان شاء الله هاد المكونات غادي نطحنوهم معكم ونوريكم الطريقه كيفاش طريقه الاستعمال. المهم البنات هي دابا طحنتها معكم، ما بغيتش نطحنها ونصور لانه هو غادي نطول الفيديو. المهم البنات راه الحلبه اللي ما بغات الحلبه، ما بغاتش خايفه من الريحه ديالها ما ديرها، وهذا الشيء راه ما كيدير الريحه، الله ما كيدير الريحه البنات بنادم يغسلو صافي، راه ضروري. المهم اللي بغيت نقول لكم البنات العرعر ولا السركناء ولا الكرويه ولا النافع ولا حبه ولا هذاك قشر الرمان ولا الحلباء، كلشي هذوك راه زوينين للمعده البنات. اللي عنده جرثومات المعده، اللي عنده دوك الحموضه كتطلع عليه بالليل يقعد ناعس وطلع عليه دوك جرثومات المعده بالليل، داك ماشي بغيت نقول لكم البنات يطلع عليه داك الماء اللي كيلاسيد كيقعد يطلع بالليل داك اللي عنده الالم ديال المعده كيطلع عليه هذاك الحموضه، كتطلع هذيك الحموضه البنات راه هذه ما كتمشي معاها ما كتجي. وحتى المصرا الغليظه البنات، حتى المصرا الغليظه راه كان كيضرك ملعقه من هذه وتفكريني. المهم البنات جربوها ورحموا لي الوالدين، انا بغيت غير رحمه الوالدين. المهم اللي جربها يرجع لعندي، و الى لقى عليها الراحه يقولها، ولا ما لقى عليها الراحه يقولها لي. المهم البنات الوصفه هي هذه متوطره.
المهم البنات، كما قلت لكم المراه الحامله، بالنسبه للمراه الحامله ما خصهاش دير فيها الحلبه، دير هاد العشوب كامله ما خاف منهم والو، بحال النافع، بحال الزعتره، بحال اللي هي كنقولوا لها حنا سركنه، بحال الكرويه، قشر الرمان والعرعر. كلشي هادوك العشوب ما خاف منهم حتى شي حاجه، لانهم عشوب باردين. الحلبه لا، الحلبه ما تصايبهاش المراه الحامله، ما ديرهاش مع هاد الوصفه. الا كانت كضرها المعده دير هاد الوصفه ما تخاف منها حتى شي حاجه، ولكن ما ديرش فيها الحلبه، ولا الا كانت كترضع. المهم البنات، الوصفه عندنا فيها غادي نديرو فيها قد هكا البنات، نص معلقه، نص معلقه صغيره عند الفطور. من بعد ما تشربي ديك التمره، تاكلي ديك التمره وتشربي داك شويه الماء عليها، شربي عليها قد هكا ديال هاد العشوب اللي طحنا دابا. هادو راه زوينين للمعده البنات، راه غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي كضرها المعده غادي ديرها ان شاء الله وتشربها، وغادي تفكرني بها، غادي ترحم لي الوالدين. المهم البنات، قد هكا اللي كندير فاسمو في المعلقه، نص معلقه كندوزها بنص كاس ديال الماء، ونودي صلي صلاتك، صلاه المغرب، بقاي حتى تداوي بحال شويه، قياس داك ربع ساعه نص ساعه كاع، وديك الساعه تفطري بالصحه والراحه. هذه هي الوصفه البنات، هيا غادي نشربها، غادي نصايبها دروك معاكم ان شاء الله، غادي نشربها حتى انا معاكم. بسم الله. الحمد لله، اللهم اشفي انت الشافي. المهم هذه هي الوصفه البنات، كنتمنى شاف اللي جربها وشربها على حسب المعده، لانه ديال المعده هذه وديال تحت المصران يتشافى ان شاء الله باذن الله تعالى. الله يجعل صديق ربي شافينا وشافيكم وشافي الجميع. واللي وصلت لهنا ما تنساش واحد الاشتراك وواحد اللايك وواحد التعليق. الله يجازيكم بخير، دعموا لي هذه القناه، راه مازال طايحه بزاف، راه كنت كاع ما بقيت كنحط فيها. وبعدا نقول لكم البنات واحد الحاجه، راه البنات الحاجه الا ما كانش فيها الدواء كداوي بالمعقول وما كنتش مجربها وما كنتش مجربها انا بنفسي والعائله ديالتي، راه ما نحطها لكم، لانه هو البنات اليوم دنيا وغدا الاخره. ما يمكن ليش البنات انا نبدل اخرتي بدنيتي، لانه هو اليوم الدنيا وغدا الاخره. ما يمكن ليش ندير انا واحد الحاجه على قبل باش تطلع لي قناه وباش لا وباش ناخذ الفلوس. لا البنات، الحاجه اللي كانت مضمونه راه كنحطها معكم قدام الوصي ديال ربي، راني كنحطها معكم. ما كانت مضمونه ما نحطهاش معكم. الا كنت مجربه وعارفاها راه خدامه راه كنحطها، ما كنت مجربه ومتاكده منها ما نحطهاش البنات. والله يشافينا ويشافيكم ويشافي الجميع. كما قلت لكم البنات، انا ما كنت مجربه، راه انا ما يمكن ليا نديرها نستعمل نديرها ونحطها في القناه. الله يجعل سيدي ربي يطعمنا حلال يا ربي، نطلبوا الله تعالى. المهم البنات، كما قلت لكم البنات، الله يجعل سيدي ربي ينزل الشفاء لينا ولكم المسلمين جميعا يا ربي. وكنتمناها ان شاء الله تكون لكم شفاء وعفو ان شاء الله الجامع كاع. كل ما جربها الله يجعل سيدي ربي يشافيه يا ربي. هذه راه وصفه مجربه متاكده منها 1000%. تيقنوا ديروها في هذا رمضان، راه زوينه كاع، كل ما تضر المعده لا صغير ولا كبير، غير اللي بحال الصغار دوك اللي المرضعه لا، من فوق 7 سنين يشربها، من فوق 4 سنين و5 سنين وهذا يشربوها الناس ماشي مشكل. هما البنات كيشربوها الصغار والكبار، من 4 سنين الفوق يشربوها. هذا سميتو مزيان على المصران ولا المعده. بالنسبه للرضع هما اللي ما كيشربوها، دوك اللي باقيين مازال ترضعوا مازال ما كملوا سنه، ما عندهم لا عام لا عامين. المهم ومن فوق 3 سنين 4 سنين يشربها، ما يخاف منها حتى شي حاجه زوينه. وهاد المسائل كلشي مباركين كلشي زوينين للمعده، وكنتمنى تجربوها وما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم. الله يجازيكم بخير.